صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن واحدة من أجمل الممثلات المصريات، الفنانة مديحة كامل. اتولدت مديحة كامل سنة 1948 لأسرة متوسطة الحال، ودرست في كلية الآداب جامعة عين شمس. وبعد ما اتخرجت قررت إنها تشتغل عارضة أزياء، لكن بعد كام شهر حست إنه مش ده المجال اللي هيحقق لها طموحها، فقررت تغير شغلها وفكرت في التمثيل. وفي سنة 60 بدأت بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام، وبعدين جاتها الفرصة الحقيقية لما شاركت الفنان الكبير فريد شوقي بطولة فيلم 30 يوم في السجن. ولعبت بعد كده مديحة كامل أدوار كتير في السينما والتلفزيون والمسرح، لحد ما رشحها المخرج كمال الشيخ لبطولة فيلم الصعود للهاوية أشهر أدوارها. وبسبب نجاح الفيلم الكبير بقت مديحة كامل نجمة كبيرة بتجري وراها شركات الإنتاج. وقدمت مديحة كامل في حياتها الفنية 98 فيلم، منهم دعوني أنتقم، الأخرس، السلخانة، ضرب الهوى وغيرهم. وقدمت 9 مسلسلات، منهم مسلسل البشاير مع محمود عبد العزيز. واتجوزت مديحة كامل 3 مرات وخلفت بنت واحدة. وفي سنة 75 أصيبت مديحة كامل بمرض القلب، وطلب منها الدكاترة إنها تبعد عن أي مجهود، لكن مجهود التمثيل وتصوير الأفلام وبمرور الأيام خلى حالتها تسوء، وتأثر القلب جدا، وتراكمت المية على الرئة، وتم حجزها لفترة في المستشفى. وفي سنة 92 قررت مديحة كامل إنها تعتزل وارتدت الحجاب. وفي فجر يوم 13 يناير سنة 97 اتوفت مديحة كامل وكان عندها 48 سنة.